العيش الفينو طلع كارثه، بيساعد على انسداد الشرايين او تصلب الشرايين. طبعا كلنا كل يوم بناكل عيش فينو في حياتنا، وممكن كمان نكون بنديه لولادنا في المدرسه زي ما كل الناس بتعمل وزي ما اتربينا زمان. بس الحقيقه انه طلعت اضرار العيش الفينو اكتر من فوائده، ده تقريبا ملوش فوائد. تعالوا نعرف ايه هو اصلا العيش الفينو. هو عباره عن دقيق ابيض زي ما احنا عارفين. طب الدقيق الابيض ده جاي منين؟ جاي من القمح، بس شايلين منه اهم فوائد القمح. يعني شايلين القشره بتاعه القمح اللي بيتعمل منها الرده بتاعه العيش البلدي، وشايلين منها جنين القمح اللي هي فيها اكتر فوائد ممكن تكون موجوده جواها، غير الفيتامينات الموجوده كتير جدا جواها زي فيتامين B1 وB6 وB12 اللي هم اصلا فيتامينات اساسيه في تكوين اي بني ادم. غير كده من اهم الفيتامينات اللي بيتحرم منها العيش الفينو هو فيتامين E او فيتامين ه. ده من افضل الفيتامينات اللي ممكن تفيد اي حد في تكوينه او اي بني ادم عايش. العيش الفينو او مشتقاته زي البقسماط او اي حاجه بنجيبها من الفرن او اي حاجه بنعملها في الحلويات، كل الحلويات اللي بنستخدمها بنستخدم فيها الدقيق الابيض. من اهم اضرار العيش الفينو انه تقيل جدا على المعده وبيسبب مشاكل في القولون. ومن ضمن اضرار العيش الفينو انه ما ينفعش مرضى القلب يستخدموه كتير لانه بيزود نسبه الكوليسترول في الدم وبيزود نسبه الجلطات المحتمله. وطبعا من ضمن المشاكل انه مرضى السكر كمان ما ينفعش يستخدموه كتير لانه بيحتوي على نسبه عاليه قوي من السكريات. فيتامين اي اللي موجود في جنين القمح هو من اهم الفيتامينات للانسان، واولهم للبشره. البشره اللي بيحافظ على نضارتها وبيحافظ على انها تفضل بشره رطبه، وفي نفس الوقت هو بيحمي كل الناس اللي عندهم حب شباب وبيظهر في وشهم الحبوب، بيحميهم من الحبوب دي. وطلع كمان بيحارب الشيخوخه عن طريق انه بيحارب الجذور الحره اللي اصلا بتسبب امراض الشيخوخه وبتسبب التجاعيد اللي بتظهر على البشره. فيتامين اي بيعتبر من اهم مصادر الحفاظ على الشعر، وده لانه بيعتبر من اهم مضادات الاكسده، وبالتالي بيحافظ على فروه الراس لانه بيفضل يجدد خلايا فروه الراس، فبيطلع الشعر ناعم جدا وقوي جدا. وعشان كده الناس بتستخدم فيتامين اي في الزيوت بتاعه الشعر. احنا عشان على طول في الشارع وبنتعرض لاشعه شمس وتراب وغيرهم كتير من الحاجات اللي بتاثر على بشرتنا وعلى شعرنا، فعشان كده دايما محتاجين فيتامين اي في اكلنا. من ضمن الحاجات اللي بيحافظ عليها هي الهالات السوداء اللي بتضايق اي حد، وعشان كده فيتامين اي مهم جدا ان هو يحافظ على نضاره البشره عن طريق الجذور الحره اللي بيحاربها زي ما قلنا في انه يحافظ على التجاعيد والهالات السوداء. فيتامين اي مهم جدا لامراض القلب لانه بيساعد على عدم انسداد الشرايين او تصلب الشرايين، وبالتالي فكل اللي عايز يحافظ على دورته الدمويه ممكن يستخدم فيتامين اي كويس جدا. غير كده عن طريق تجديده لخلايا جسم الانسان بيحميه من اي خلايا سرطانيه ممكن تتكون فيه، يعني علاج طبيعي 100%. فيتامين اي موجود في انواع خضار كتير جدا زي الخس واللفت والبروكلي، البقدونس والزيتون، اللبن والبيض، طبعا موجود في السمك، موجود في انواع مكسرات زي اللوز، وموجود في الحبوب وفي زيت بذرة القمح، وموجود في فواكه كتير جدا زي الافوكادو والمانجا والكيوي. يبقى احنا حارمين نفسنا من كل الفوائد دي عشان بناكل العيش الفينو. احنا ممكن ناكل العيش الفينو بس بعقل، يعني ما نفضلش كل شويه ناكل عيش فينو في الثلاث وجبات. ممكن نبدل بالعيش البلدي اللي غني جدا بالرده اللي هي اصلا معموله من قشر القمح، زائد كل الفوائد اللي احنا قلنا عليها في كل المصادر بتاعه فيتامين اي. يعني نقلل شويه من استخدام العيش الفينو. طبعا ما نكترش من مصادر فيتامين اي قوي لان كل حاجه زي ما ليها فوائد كترها ليه اضرار. الكلام ده كان من اهم مصادره الدكتور مصطفى محمود اللي اتربينا دايما على علمه وعلى الحاجات اللي هو قال لنا عليها. يعني اتكلم في الموضوع ده بشكل واضح وصريح انه العيش الفينو ليه اضرار كتيره جدا.